السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقاب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس حل لغز الكتابة الهيروغليفية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم حل لغز الكتابة الهيروغليفية لمصر القديمة عام 1799 عند اكتشاف حجري روسل، وعليه كتابات تعود إلى عام 196 قبل الميلاد. كانت خاصية لوحة الكتابة هذه أنها كانت مكتوبة بثلاث كتابات مختلفة: اللغة الهيروغليفية، والكتابة الديمونيكية وهي شكل الكتابة اليدوية للغة الهيروغليفية، والكتابة باللغة اليونانية. وبمساعدة المتن باللغة اليونانية تيسر حل رموز اللغة المصرية القديمة. وقد تم حل لغز الكتابة الهيروغليفية بشكل كامل من قبل العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون، وبذلك تم تسليط الأضواء على لغة قديمة منسية وعلى المعلومات التاريخية المسجلة بهذه اللغة. وهكذا حصلنا على معلومات قيمة حول حضارة مصر القديمة وحول أديانها وحياتها الاجتماعية. على إثر حل لغز اللغة الهيروغليفية تم الوصول إلى معلومات مهمة تتعلق بموضوعنا. كان اسم هامان مذكورة في هذه الكتابات وعلى حجرية موجودة حاليا في متحف هوف في فيينا. يرد هذا الاسم وترد الإشارة إلى كونه من المقربين من فرعون. أما في قاموس الأشخاص في الملكية الجديدة الذي تمت كتابته اعتمادا على جميع المعلومات الواردة في جميع الألواح والرقم والأحجار المصرية القديمة، فيرد اسم هامان على أنه كان الشخص المسؤول عن عمال مقالع الأحجار. وكانت النتيجة التي ظهر للعيان تشير إلى حقيقة مهمة، وهي أنه بخلاف زعم معارضي القرآن وأعدائه، فإن هامان كان يعيش في مصر في عهد النبي موسى عليه السلام تماما كما ورد في القرآن، وكان مقربا من فرعون ومسؤولا عن الأعمال الإنشائية والبناء. لذا نرى في القرآن أن فرعون يطلب من هامان بناء صرح عال له، وهذا يتطابق تماما مع هذه المكتشفات الأثرية وتنقيبية. قال تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. لم تكن هناك معلومات حول هامان حتى القرن ال19 الذي تم فيه فك وحل رموز اللغة الهيروغليفية. وبعد هذا الحل ظهر أن هامان كان شخصا مقربا من فرعون ومسؤولا عن مقالع الأحجار في مصر فوق عمال البناء في مصر القديمة. والنقطة التي يجب الانتباه إليها هي ورود ذكر هامان في القرآن كشخص مقرب من فرعون وكشخص مسؤول عن أعمال البناء، يعني أورد القرآن معلومات لم يكن أي إنسان يعرفها في ذلك العهد. والخلاصة إن اكتشاف اسم هامان في الكتابات المصرية القديمة هدم مزاعم كثيرة باطلة ضد القرآن، وأثبت أن القرآن
من عند الله تعالى، لأنه كان ينقل إلينا بشكل معجز في عهد الرسول عليه السلام معلومة تاريخية لم يكن في الإمكان معرفتها آنذاك من قبل أي أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.